الفرح هنا في استاد المونيمونتال. هنا الافراح كبيره برشا في استاد بيونس ايرس في نتيجه بالثلاث متابعه هذا الحدث التاريخي للاوروغواي. اذا الان سنعود للاستوديو ومن بعد ان شاء الله سنعود. سجلت في مرمى باراغواي. منتخب إذن أوروغواي رسميا أصبح بطلا لكوبا أمريكا 2011 النسخة 43 من عمر هذه البطولة. أبدأ معك كابتن نواف. فيه 14 ثانية. سنعود للهدف الثالث، لكن دعونا نشاهد أولا الأهداف الثلاثة التي سجلت في هذه المباراة والتي افتتحها لويس سواريز في الدقيقة 12 من زمن هذه المباراة، ثم عاد سواريز بعد عام وأسبوعين من الصيام عن التهديف. آخر أهداف سواريز كان في 10 من شهر يوليو عام 2010 في مرمى ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال. سجل هدفه الشخصي الأول، ثم هنا الهدف الشخصي الثاني، ولو أن التمريرة رائعة تذكرنا في مباراة في كأس العالم عام 8. طبق أصل تاع الكرة الحديثة في كرة مرتدة اللي يحبها الأوروغواي، ما فاتتش 14 ثانية سجل. خرجت الكرة 18 متر 14 ثانية سجل الهدف الثالث. هذه يعني من ميزات الكرة الحديثة. وفاز بكل جدارة وحقق البطولة عن استحقاق. هذه جائزة أخرى لمنتخب الأوروغواي خلال الجرافيك. ما فماش سيجيات معلومات مكتوبة من هذا، من يكون، من أنت. هذا معناها تصرف وحدك. إذا منتخب الباراغواي حصل جائزة الحارس أكيد فيار، لكن منتخب الأوروغواي حصل الذهب. حصل الذهب. للكوبا أمريكا أرجنتينا 2011. إذا ده تكريم منتخب الأوروغواي. الآن ننتظر تكريم أيضا الجوائز الفردية. أفضل هداف سيكون باولو غيريرو اللاعب البيروفي بعد تألقه البارح في الماتش الترتيبي ضد فريق فنزويلا. También premiarán. El premio lo recibe el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Dr. Manuel Burga Seoane. إذا هذه الجائزة سيتسلمها رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم. الآن جائزة أفضل لاعب. جائزة أفضل لاعب من سيكون؟ جائزة أفضل لاعب في البطولة 2011 لويس سواريز. لويس سواريز من الأوروغواي. فرحة كبيرة لعشاق السلسته. الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. تكريم المنتخب الأوروغواياني من خلال جائزة المنتخب. لا أدري الحقيقة الجائزة اللي مسكها جودين ماذا هي. على كل حال كما قلنا الكؤوس الكل، التروفيه الكل هي للمنتخب. وهذه الكاس الفضية 9 كيلو وزنها، قاعدة خشبية فيها دائما أسماء والسنوات المتوج والبطل. طولها 70 سنتيمتر قلت وعرضها 30 سنتي. قلت القاعدة الخشبية. شوف الكوبا من كل عام والبطل المتوج 26 عهد أجدادي. اليوم نعيشها مع أولادي وغدا سيتكلم عنها أحفادي. كوبا أمريكا البطولة الأعرق بين القارات. بطولة بدأت عام 16 بينما كأس أوروبا 56، كأس أفريقيا 57. الأوروغواي نظمتها السبعة ورفعتها في السبعة، والبرازيل نظمتها 4 وزتها 4. والآن يهزها لوغانو، ارفعها عالية غالية يا لوغانو. أوروغواي es el campeón, es el nuevo campeón, es el più forte campeón في كوبا أمريكا 2011. هنا البوديوم يتلون سماوي، هنا البوديوم يتلون أزرق أبيض سماوي أوروغواياني. هنا فرحة وهنا تبدأ الأفراح بعد موسم مثير وبعد بطولة طويلة. تبدأ الشماريخ المونيمونتال في احتفالات الأوروغواي الجارة بعدما كان يمني 40 مليون أرجنتيني ذواتهم وأنفسهم وقلوبهم وعقولهم بأن يعيش